الثروة والاستثمار والمال مثلث النجاح المالي. كثيرون يخلطون بين هذه المفاهيم الثلاثة، على الرغم من أنها تشكل معا مثلثا متكاملا لبناء حياة مالية مستقرة ومزدهرة. المال هو الأداة، الاستثمار هو المحرك، والثروة هي الهدف النهائي. المال أداة وليست غاية. المال في أبسط صوره هو وسيلة للتبادل، يسمح لك بشراء السلع والخدمات، ولكنه لا يولد القيمة بنفسه. المال الذي يبقى في حسابك البنكي دون أن يعمل تفقد قيمته بمرور الوقت بسبب التضخم، مما يعني أنك ستشتري به سلعا أقل في المستقبل. لهذا السبب لا ينبغي أن يكون المال هدفا بحد ذاته، بل يجب أن يكون وسيلة لتحقيق أهدافك المالية الأكبر. الاستثمار جعل المال يعمل من أجلك. الاستثمار هو العملية التي تحول المال من أداة جامدة إلى محرك للنمو. عندما تستثمر، فأنت تضع أموالك في أصول تتوقع أن تزيد قيمتها بمرور الوقت، مثل الأسهم، السندات، العقارات، أو حتى مشروع تجاري. الهدف من الاستثمار هو تحقيق عائد على أموالك. هذا العائد يمكن أن يكون في شكل أرباح، أو إيجارات، أو زيادة في قيمة الأصل نفسه. الأهم من ذلك، الاستثمار يسمح لك بالاستفادة من قوة النمو المركب، حيث الأرباح التي تحققها تعود لتستثمر مرة أخرى، مما يسرع من نمو أموالك بشكل كبير على المدى الطويل. الثروة قمة الهرم المالي. الثروة ليست مجرد رقم في حسابك المصرفي، إنها حالة من الاستقلال المالي، حيث يصبح لديك أصول، استثمارات، تولد دخلاً سلبياً يكفي لتغطية نفقاتك المعيشية، أو حتى يزيد عنها. عند هذه النقطة، أنت لم تعد بحاجة للعمل من أجل المال، بل المال هو الذي يعمل من أجلك. بناء الثروة يتطلب الصبر والالتزام واتخاذ قرارات حكيمة. يبدأ بتحديد أهدافك المالية بوضوح، ثم تخصيص جزء من دخلك بانتظام للادخار، وأخيراً استثمار هذا الادخار في محفظة متنوعة من الأصول. في الختام، العلاقة بين المال والاستثمار والثروة هي علاقة متكاملة. لا يمكن بناء ثروة حقيقية دون فهم هذه الديناميكية. ابدأ اليوم بوضع خطة مالية بسيطة، حتى لو كانت بمبالغ صغيرة، واجعل المال يعمل من أجلك.